هنعمل مع بعض النهاردة شوية دنش، إنما إيه حكاية. وشايفين جمال الألوان ولا الطعم كانت في غاية الروعة. وشايفين الكمية دي كلها بنص كيلو بس من الدقيق. وكمان عجينتنا النهاردة ولا فيها بيض ولا فيها لبن، وهي معلقة واحدة من الزبدة، وممكن تستبدليها بزيت أو سمنة. تعال لما نشوف هنعمل إيه. نص كيلو من الدقيق، عليهم ذرة من الملح، 3 معالق كبار من السكر، وباكو خميرة فورية، باكو كان صغير. وننزل بعد كده بالمية واحدة بواحدة لغاية ما نلم العجينة بتاعتنا. وزي ما تعودنا ان كل دقيق على حسب احتياجه للمية. اهم حاجة تنزلي بالمية واحدة بواحدة لغاية ما تلم العجينة بتاعتك. وبعد ما العجينة هنا اتلمت، نزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة، وزي ما قلنا ممكن نستبدلها بزيت او بسمنة. هنا بقى لو طالما نزلتي بالزبدة هتلاحظي ان العجينة بتتقطع معاكي بالشكل ده، فما تخافيش، اعجني فيها لغاية ما تتلم. بعد كده على الرخامة ننزل برشة حلوة من الدقيق، ويلا بعد كده ننزل بالعجينة ونبدأ نعجنها كويس. وعجنيها كويس لغاية ما العجينة تتلم كويس وتبقى ناعمة وتبقى ملزقة في ايديكي، بس ما بتلزقش في ايديكي، يعني بصي بتلزق كده بس ايديكي بتطلع منها بسهولة. بعد كده هسيبها في طبق واغطيها واسيبها ترتاح لمدة يعني من 10 دقايق لربع ساعة، مش عايزاها تخمر انا. بعد كده هيبقى معايا هنا نص كوباية من السمنة. شايفين ما فيهاش زبدة خالص، يعني زي ما انتوا شايفين هو ده المادة الدهنية اللي انا هورق بيها طبقات الدنش. معايا نص كوباية من السمنة، تبقى طرية كده، ولا هي سايحة خالص ولا هي متجمدة، تبقى بس متماسكة كده وطرية. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الدقيق، وافضل اقلب بيها كويس كده مع الدقيق علشان خاطر الدقيق ياخد اي رطوبة او اي سوائل في السمنة. بعد كده هجيب العجينة بتاعتي بعد ما ريحتها لمدة ربع ساعة، هنزل بيها على الرخامة. وتعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه. هبدأ اقسم العجينة بتاعتي لكور صغيرة على قد ما اقدر تبقى متساوية. زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بعد ما قسمت العجينة كلها هسيبها ترتاح تاني لمدة 10 دقايق. وبعد 10 دقايق هجيب شوية دي على الرخامة، ونجيب كل قطعة من العجينة وافردها بقى دايرة صغيرة. اهم حاجة الدايرة تخلوها رفيعة جدا، وننفضها كويس من الدقيق. وبعد كده نجيب السمنة اللي عملناها مع بعض او اللي جهزناها مع بعض، ننزل بيها على الفطيرة بتاعتنا، ونفضل ندهن كويس الفطيرة دي او اول دايرة يعني. بعد ما دهنتها كويس هركنها على جنب كده، ونفرد كرة تاني او قطعة تاني من العجينة. وعلى قد ما اقدر اخلي الدوائر كلها تبقى قد بعض، وفي نفس الوقت تبقى العجينة رهيفة كده، متبقاش سميكة يعني. بعد ما فردت العجينة بالشكل ده هنفضها كويس برضو من الدقيق، واحطها على الدايرة الاولى. وبعد كده ندهن من فوق بالسمنة. ودهنه بفرشة هتبقى اسهل، يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي هجيب فرشة تبقى اسهل في انا وبدهن يعني. وما تقلقيش لو السمنة معاكي سايحة، كده كده احنا هندخلها في الفريزر اصلا لغاية ما تتجمد. وهعمل معاكم واحدة تالتة. نفرد برضو تاني، وزي ما انتوا شايفين على قد ما بقدر اخلي الدوائر كلها قد بعض، ونفضها كويس واحطها على الفطرتين اللي قبل كده او الدايرتين، وهكذا هكذا لغاية ما نخلص كل العجينة اللي معانا. واخر واحدة بخليها كبيرة شوية علشان عايزاها تغطي كل العجين بتاعنا او كل الدوائر اللي عملناها. وطبعا اخر واحدة دي مش بندهنها اي حاجة خالص، بنسيبها كده. وبعد كده تغطي الفطاير دي كلها، وهنسيبها بقى لمدة تلت ساعة في الفريزر لغاية ما السمنة دي تتجمد. وبعد نص ساعة العجينة هنا ارتاحت والسمنة اتماسكت او تجمدت جوه بين طبقات العجين. بعد كده هجيب رشة حلوة برضو من دي على الرخامة، ويلا بقى ننزل بالعجينة بتاعتنا.
وبرضه هرش عليها من فوق بدقيق. يلا بقى عايزين نفرد العجينة بتاعتنا على قد ما نقدر، نخليها رفيعة جدا. الاول شايفين بدوس كده بالنشابة بحيث اوزع السمنة كويس من جوه، وبعد كده نبدأ نفرد. وزي ما بقول لكم افردوا على قد ما تقدروا لغاية ما تخلوها رفيعة جدا، ما تخلوش العجينة سميكة. وهتشوفوا دلوقتي ازاي سمكها. شايفين ازاي بقت؟ يعني بقت زي الورقة كده. بعد كده الفطيرة دي يعني هقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده، علشان اشكل كل نص بشكل تاني. الاول نص ده هلمه رول زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هقسم الرول ده لقطع تكون قد بعض، يعني زي ما انتوا شايفين. بصوا انا مش عارفه اشرح كويس، فانتوا شايفين يعني متهيألي الفيديو شارح نفسه يعني. بعد كده باخد كل قطعة وادوس عليها من فوق كده بحيث تديني شكل دايرة، وباخد طرف العجينة واحطه من تحت. وبعد كده معايا صينية حاطة فيها ورقة زبدة ودهنها كويس، او لو مش عندك ورق زبدة عادي ممكن تدهني الصينية وتحطي عليها قطع الدنش. ده شكل تاني بقى. النص التاني من العجينة هقطعها او هقسمها لمربعات صغيرة زي كده، ويلا بقى نشوف هنعمل في كل مربع ايه. بصوا بقى باجي في كل مربع بمسك كل طرف كده. بصوا انتوا شايفين انا مش عارفه اشرح بجد، يعني انا مش عارفه. يعني بعد كده بعد ما قطعت المربع كله من طرفه كده ولميت، بما انا ما عارفه اشرح. بصوا يعني في الاخر بتتلم مروحه كده، يعني بتديني شكل مروحه. وده شكل تاني بلم طرفين كده ويبقى ده شكل الدناشير. بعد كده بسيبهم لغايه ما يخمروا كويس. ومعايا هنا صفار بيضه، رش عليه شويه فانيليا مع ذره من الخل، وبعد كده ادهن الدنش. ويا ريت انتوا بتدهنوا وش الدنش بالراحه خالص علشان خاطر هو طبعا خمر، فالوش ده ما يهبطش معانا. هنا في غلطه انا عملتها، ان انا الكريز حطيته بعد ما الدنش كان خمر. المفروض كنت احطه قبل ما يخمر علشان ما يهبطش مني. فانتوا لما تيجوا تحطوا الكريز حطوه قبل ما يخمر. وطبعا على الفرن طبعا احنا مسخنينه قبل ما ندخل الصواني بتاعتنا على درجة حرارة 180. وبعد تلت ساعة هتاخدي احلى دنش. شايفين المنظر ازاي؟ وطبعا هو وسخن كده جيبي مربى مشمش او عسل نحل ادهني الوش بتاعه. اهم حاجة يكون سخن علشان خاطر المربى تدهنيها تبقى سهلة معاكي في الدهن. يعني شايفين انتوا الالوان بجد ولا المنظر بجد تحفه. وشويه جوز هند بقى كده زيني اللي معلهمش كريز. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه تحفه. شايفين المنظر بجد حكايه واحلى واضمن بكتير من بره. بجد اعملوه في البيت ومش هتندموا. وشايفين بنص كيلو من الدقيق عملنا ايه؟ كل الكميه دي. ممكن برضو تحطي عليها شوكولاتة، ممكن تحطي صوص كراميل، اللي موجود عندك زيني بيه وشكلي بيه. شايفين المنظر؟ لوحة فنية بجد تحفة يا جماعة. اعملوه في البيت بجد صدقوني مش هتندموا. وزي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. وشايفين التوريقة من جوه بجد حكاية. وهتشوفوا كمان دلوقتي يعني هقطع لكم الدنش من جوه. شايفين كمية الطبقات والتوريقة بجد تحفة. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فولو صفحة الفيسبوك. باي باي.